يا صباح الورد والفل عليكم، عاملين ايه اخباركم؟ ايه رأيكم في القمر ده؟ بجد تحفة. طعمه وريحته حكاية، هيعجبكم جدا بإذن الله. طبعا اللي ما يعرفوش ده الحواوشي الاسكندراني. الاسكندرانية مشهورين جدا بالأكلة دي. اكيد كل اللي راح اسكندرية اول حاجة بيعملها ان هو بيجرب الحواوشي. بعض المحافظات بتقول عليه عيش بلحمة، عيش بلحمة او حواوشي مش هتفرق، بس هو قمر في نفسه. هيعجبكم جدا بإذن الله. بعض المحافظات التانية بتعمله بطريقة مختلفة، ان هي بتجيب العيش البلدي العادي وبتحط فيه اللحمة بالحشوة بتاعته كله وتروح حطاه في الفرن. بس احنا مختلفين في ان احنا بنعمله العجينة، احنا اللي بنعملها في البيت، علشان العجينة بتبقى اخده كده من طعم اللحمة وبيبقى طعمها تحفة. بصوا انا هنا عملتها لكم بكذا حشوة علشان تتناسب معاكم في اي حاجة، يعني مش لازم تكون لحمة بس. هي اصلا العجينة حلوة جدا وطرية وبتنفع مع اي حاجة. ممكن تاخدوها معاكم الشغل، ممكن تبعتوا مع اولادكم في لانش بوكس. باذن الله هيعجبكم، بجد حلو قوي وطري وخفيف جدا. يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك. بصوا عامل زي العيش الفينو كده، نقدر نحشيه اي حاجة. شايفين؟ بجد حلوة قوي والطريقة سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. بدل ما بننزل ناكله في المطاعم برا، نقدر نعمله في البيت بمنتهى السهولة، والريحة هتملى البيت بجد. ونحط جنبه اي صوص بيعجبنا. يلا بينا نبدأ بالطريقة. بصوا انا هعمل لكم هنا المكونات على 3 كوبايات دقيق، وانتوا لو عايزين تضعفوا ضعفوا. تمام. هنا انا حطيت 3 كوبايات دقيق، وحطيت 3 معالق سكر. تمام. بس اللي انا عاملاه اصلا اللي انتوا شفتوه ده كله، انا عامله 9 كوبايات دقيق ومضاعفه الكميه، بس انا هبسطها لكم على 3 كوبايات بس. وحطيت 3 معالق خميره، ومعلقه واحده بيكنج باودر صغيره، وهحط 3 معالق زبادي. لو ما عندكيش زبادي تقدري تحطي لبن بودره. يبقى 3 كوبايات دقيق، 3 معالق سكر، 3 معالق خميره، 3 معالق زبادي، و3 معالق زيت. طبعا انا هنا بقول لكم انا عامله الكميه 9 كوبايات دقيق ومضاعفه الكميه. تمام. وحطيت رشه ملح، وحطيت معلقه صغيره عسل. ما تقلقوش، العسل والسكر مش هيخلوا العجينه مسكره نهائي، هيدوها طراوه وهيخلوها تنفش كده وهتبقى حلوه قوي. الميه بقى احنا هنا بنعجن بميه. تمام. الميه افضلي زودي شويه شويه، واستعملي ميه دافيه مش ميه ساقعه. افضلي زودي شويه شويه لحد ما تلاقي العجينه اتلمت معاكي. شايفين العجينه قوامها ازاي؟ طريه جدا. وبعدين هنغطيها بنايلون او هنحطها في كيس. سهله قوي، ما خدتش اي وقت. انا بوريها لكم هنا بعد 5 دقايق بقت عامله ازاي. بصوا شايفين نفشت ازاي بطريقه فظيعه. عايزه اقول لكم ان هي قطعت النايلون اصلا، وانا اللي كان بيطلع منها حطيته في صينيه تانية وغطيته برضو. هنا بقى هنبدا نعمل الحشوه. عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. هحط عليها بصلايه كبيره عاملاها في الكبه، وهحط عليها شويه فلفل اخضر. لو انتوا بتحبوه يبقى سبايسي تقدروا تحطوا الفلفل الحامي. تمام. وهنا في شويه بقدونس كمان برضو حطيتهم. يبقى الحشوه سهله جدا. نص كيلو لحمه، عليه بصلايه، عليه شويه فلفل، عليه شويه بقدونس، ورشه ملح ورشه فلفل، بس كده. اعتقد مفيش سهوله اكتر من كده، سهل جدا بجد. هنقلبهم كويس مع بعض. هنجيب صينيه بقى وهندهنها زيت، ونخليها جنبنا علشان نبدأ بقى نعمل الحواوشي ونحطه فيها. طبعا احنا كده مولعين الفرن. تمام. شايفين العجينة طرية قوي بجد، سهلة التشكيل، مش هتتعبكم خالص، وبجد طعمه بيبقى احلى وانضف من المحلات بكتير. هنا انا فردت العجينة زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى احط فيها اللحمة. هحط في نصها كده. لو انتوا عايزين رغيف كامل يبقى طبعا حطوها في كلها، وجيبوا حتة عجينة تانية وشكلوها بنفس التشكيلة وقفلوها على بعض كده. انا هقفلها كويس زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ بصوا نحاول نعملها كده شكل كده في الاطراف عشان يبقى شكلها حلو.
وبعدين هحطها في الصينيه. وعلشان نخلي وش الحواوشي محمر كده زي ما شفتوا في اول الفيديو، هنجيب بيضه وهنبتدي ندهنها كده من على وش السندوتشات، شايفين؟ بس كده، وهدخله الفرن. تمام، دي كده اول طريقه. هنعمل حشوه تانية، هجيب عجينه وهحاول افردها على شكل مستطيل كده. تمام، وهحط فيها اي نوع جبنه يعجبكم. عايزين تحطوا جبنه موتزاريلا تمام، جبنه شيدر تمام. وهحط عليها واحده سوسيس. انا بديكوا افكار، وطبعا انتوا ابدعوا زي ما انتوا عايزين. وقفلوها كده عشان تبقى شكل الساندوتش عادي، وممكن نبعتها مع اولادنا المدرسه. شايفين نقفلها ازاي؟ وبس كده، بجد في منتهى السهوله. هنعمل برضو طريقه تانية. هنفرد العجينه كده، مش لازم نعمل حجم واحد، ممكن نعمل كبير، ممكن نعمل صغير، علشان اولادنا يعرفوا يمسكوها وياكلوها. تمام، وحطيت فيها شويه بسطرمه، وحطيت فيها شويه فلفل، وشويه طماطم، وشويه جبنه موتزاريلا. بصوا نقفلها بقى كده على بعض برضو بنفس الشكل اللي وريتهولكم. طريقه تانية برضو، هنفرد العجينه كده وهنحط فيها صدق او سجق على حسب ما بتقولوها، ونحط شويه طماطم وشويه فلفل. يا ريت من قبل ما نبدا اصلا نبقى محضرين كل الحشوات دي جنبنا، علشان ما نفضلش قايمين قاعدين، لا نخلص بسرعه. ونقفلها كده على بعض. بصوا بقى هنا الحواوشي طلع. ده اول واحد اللي هو باللحمه. اول لما يطلع من الفرن وهو سخن كده نجيب بخاخه، ولو ما عندكيش بخاخه تقدري ترشي كده شويه ميه بايدك، ما تقلقيش مش هيعجن ولا اي حاجه، بس بيديله طراوه حلوه قوي. بنرش عليه ميه اول ما يطلع كده. احنا خلصنا. ايه رايكم بقى؟ بجد في منتهى السهوله. ريحه البيت اتملت ريحه حواوشي وريحه معجنات، بجد كانت تحفه. كاني فاتحه فرن عندي في البيت. بجد حلوه قوي.